مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هقدم لكم النهارده الفراخ بشكل غير تقليدي بالمره. زهقنا بقى من المسلوق والمحمر والمشمر، فقلنا نعملها لكم بشكل وطريقه المطاعم الكبيره عشان تشرفك كده في اي عزومه او مناسبه قدام ضيوفك. قلنا ندلعها بشويه المكسرات الجميله دي. طبعا الفخامه عنوان، يعني جبت لك المطعم لحد البيت، هتوفري وفي نفس الوقت انت عاملاها بايدك حاجه كده نظيفه وفي طعمها اجمل بكتير من بره. الكمية دي كفت عيلتين، 2 سيرفيس كبار مع شوية مقبلات، وهقول لك كل أسرار المطاعم اللي هتطلعها لك بالشكل الفخم الأنيق ده. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الفيديو الجميل ده مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في طريقتنا على طول. أول حاجة بنجهز الفراخ بتاعتنا. أنا هشتغل على فرخة واحدة، أنا معايا فرختين بس نفس اللي هعمله في الفرخة دي هطبقه على التانية. يفضل إنها تكون طازة، يعني دي بتبقى سر من أسرار نجاح الفراخ المشوية عشان تطلع معاكم شكلها ولونها كده جميل. اللحمة بتاعها من جوه بيبقى أبيض كده ومسكر. أفضل حاجة إنها تكون طازة ما تكونش متلجة. أنا رحت للجزار اللي بتعامل معاه وجبتها، وبعد كده فتحتها من الظهر بالسكينة، وبعد كده بضغط من عند الصدر وبطلع حتة العظمة اللي بتبقى عاملة زي شكل مثلث دي بتسهل عليا تسوية الصدر عشان الصدر أكتر حاجة بتاخد تسوية. وبنتخلص من الجزء الصغير بيبقى موجود في مؤخرة أي فرخة. وبنيجي بقى للجزئية دي، ناس كتير بتفتكرها كبدة بس هي للأسف زفريات يا جماعة، لازم تتخلصوا منها عشان تضمنوا إن الفرخة تطلع معاكم ريحتها جميلة ما فيهاش أي زفريات بعد كده. وباجي للجزء اللي عند الرقبة من فوق، في كتل صغيرة كده بيبقى لونها غامق بشيلها، دي برضو تبقى زفريات لازم نتخلص منها. بعد كده الفرخة هبتدي أنقعها بملح وليمون واسيبها شوية لحد ما نجهز الخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن بصل وقوطة وليمون وتوم شوية بقى خضرة كرفس أو كزبرة، يعني اللي موجود عندنا هنشتغل عليه. بعد كده أقطع البصل لشرايح كده صغيرة عشان أنا عايزة أنزل بعد كده في الكبة مع شوية التوم. طبعا التوم مفتوح، الحاجات دي حسب الكميات المتواجدة عندكم بتزودوا. شوية الخضرة، القطاية برضو أقطعها بنفس الشكل كده عشان أنا عايزة كل ده يتفرم كويس جدا في الكبة. واحنا بنفرم بقى المكونات دي، لو لقينا الحركة صعبة شوية هنضيف شوية من الخل مع عصرة الليمون، هتسهل جدا عملية الفرم. وبكده بقى جاهز معايا، هبتدي افضيه وانزل بيه في طبق كبير عشان اتبل كده الفراخ بسهولة تتبل معايا كويس. هضيف شوية من الكاتشب، شوية من الصويا صوص. لو مش متواجد مفيش مشكلة، ممكن بديل معلقة من الصلصة. ممكن كمان ما نحطش اي حاجة من دي ونضيف معلقتين من الزبادي. طبعا ده زبادي بيتي، شايفين قوامه حلو قد ايه. عملت لكم قبل كده ما شاء الله ناجح جدا، ضفت منه معلقتين كبار. وهبتدي بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بهاراتنا ملح فلفل كزبرة، جنزبيل، شوية من الكاري أو الكركم. وطبعا عصرة الليمون مهمة جدا، تفرق جدا في طعم الشوي، بتديه طعم وتست غير عادي. هقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها وشمعتها اتصفت كويس جدا من اي سوائل، ومهم جدا ان هي تتصفى. وعصرة الليمون للمرة التانية تقضي على اي زفريات واي حاجة في الفراخ. واعتقد بعد التنظيف ده كله والنقع والتظبيط ما اعتقدش ان هي يطلع فيها اي روايح. تتصفى كويس عشان تتبل، تاخد التتبيلة وتمتصها كويس جدا. نيجي بقى ما بين اللحم والجلد، دي مهمة جدا. وانزل كده بالتتبيلة لازم تحت الجلد عشان تديكوا طعم الفراخ الجميل، ويبقى الفرخة كلها وصلت لها التتبيلة ومتشربة كده وشبعانة بالتوابل اللي احنا حطيناها. وهقلبها الناحية التانية ونفس الوضع، وبتبل بنفس الطريقة كده، بدخل الخلطة بين لحم الصدر والجلد عشان اضمن ان المنطقة دي يكون وصل لها التتبيلة كويس. وباجي عند الجناح وببتدي اقطع كده لحد ما اوصل للعظمة عشان اضمن بعد كده ان المنطقة دي استوت كويس، وفي نفس الوقت بتفتح لي مجال ان انا ادخل الباقي الخلطة واتبلها كويس جدا. نفس الحال بعمله مع الفرخة التانية بالظبط. نيجي بقى للشوي عشان ندخلها الفرن. بجيب اي صينية وبديها طبقتين من ورق الفويل. طبقتين ليه؟ عشان اضمن نظافة الصينية مش اكتر من كده. بعد ما بخلص طبعا الحاجات دي بيبقى نازل فيها صوصات كتير وبتتحرق في الاخر، فعشان اوفر على نفسي وقت وجهد في التنظيف بديها طبقتين الفويل وبرميهم زي ما هما، وبضمن ان الصينيه تفضل نظيفه. وبثبت الشبكه وبرص عليها الفراخ قصاد بعض عشان يبقى فيه مساحه كويسه للتسويه، وبديها شويه من الكركم يطلع لونها ويديها طبعا تيست حلو جدا في الشوي. هشغل النار فوق وتحت على نار متوسطه لمده ساعه بالظبط. في الوقت ده هجهز الرز بتاعي. شويه من الزيت، مكعب من الزبده،
وبعد كده هانزل بالبهارات بتاعتي كلها صحيحة، لومي وقرفة وفلفل أسود، كزبرة، كمون، شوية من الورد، كل ده هينزل بيه. أول ما يبتدي النار تسخن ويبتدي ريحة الفليفر كده بتاعة التوابل تطلع، كده خلاص اتحمصت. هانزل بعد كده بالرز البسمتي أو الرز المصري زي ما انتوا عايزين. أنا بعمل ميكس ظريف كده، يعني كل كوبايتين بسمتي بديهم كوباية من الرز المصري عشان بيطلع النكهة كده بتبقى طعمها حلو. وبدي معلقة صغيرة من الملح، وهنزل بقى بالمية المغلية بتاعتي من الكاتل عشان تسرع عملية التسوية. طبعا بالنسبة للناس اللي ما بتحبش شكل التوابل صحيحة في الأكل، ممكن بعد كده لما بتضيفوا المية التوابل بتطلع على الوش زي ما انتوا شايفين، ممكن تقللوها شوية بمصفى. تعالوا بقى نشوف شكل الفراخ، ما شاء الله لسه قلبها على الناحية التانية. وبالسكينة هبتدي أحددها مكان تحديد الشبكة، شايفين؟ عشان تطلع معانا في الآخر مستوية كويس، وكمان مديها شكل المحدد بتاع الشوي زي ما بنشتريها من بره بالظبط. شايفين جميلة قد إيه؟ في منتهى الجمال. الناحية التانية بعملها بنفس الشكل، أنا اوريدي عملتها بس أنا بوريها لكم هي جميلة قد إيه، ما خدتش وقت خالص. بعد كده أدخلها الفرن تكمل تسويتها على نفس درجة النار، يعني شغالة فوق وتحت مفيش أي تغيير. ده لونها وشكلها وجمالها طالعة تجنن زي ما انتوا شايفين، لون الجريل الجميل. في الوقت ده بكون مجهزة فحمية بحطها على ورقة فويل، وبنقط عليها كده نقطتين من الزيت أو حتة من الزبدة صغيرة عشان تبتدي تبخر وتدي التست الحلو للفراخ. هغطيها كويس جدا بورق فويل وأقفل عليها كويس عشان تتشبع بطعم وريحة المشوي. تعالوا بقى نشوف الرز. بعد ما هدينا عليه وتشرب كويس بضيف له شوية من بودرة الزعفران الأصفر، وبديها يعني ايه شرايح رفيعة كده عشان يدي اللون اللي هو رزة ورزة. هنا بقى ببتدي افضيه في سيرفيس واحط فرخة عليه. انا كنت بصراحة احط الاتنين مع على نفس السيرفيس، بس قلت اعملهم اتنين هيبقى شكلهم اجمل بكتير. وكنت عاملة ملفوف كده باللحمة المفرومة والخضر. طبعا بعد ما استوى كويس ببتدي ان انا ادي شكل كده بيه. احنا عايزين ندي شكل الصواني اللي بتيجي من بره جاهزة، شكل المطاعم، ندي الروح الجميلة دي عشان نتبسط ونبسط اللي حوالينا. طبعا جميلة جدا في عزومة ومناسبة هتشرفك جدا جدا. شايفين جميلة قد ايه وشكلها بجد فاخر من الاخر. سيرفيس محترم زي اللي بيتباع بره او بناكله في افخم المطاعم. شوية من الدقوس، طبعا انا عملته معاكم اكتر من مرة. ادوا بقى اي مقبلات انتوا عايزينها. وده السيرفيس التاني طالع معانا جميل، والفرخة التانية مستوية ولونها جميل بالشكل ده. دي عزومة حلوة تكفي أسرتين ما شاء الله، هتكفينا وزيادة كمان. ومعاها شوية الملفوف اللي احنا شفناه مع بعض. متهيألي هي كده الأكلة متكاملة. الفيديو النهاردة انتهى، أتمنى أكون أفدتكم. كان معاكم صبا العرايشي، كل سنة وانتم طيبين.